مفيش كلام من الصحف اللي في العالم كلها ومن الصحفيين اللي في العالم كلهم غير على حاجة واحدة، غير ان ميسي ما عندوش اي نية ان هو يجدد عقده مع باريس سان جيرمان اللي هو هينتهي في صيف 2023 في الصيف اللي جاي. كل الصحفيين وبالذات الصحفي الموثوق جيرارد روميرو اللي اكد، وكله كان بيقول وكله راهن، وبالذات جيرارد روميرو راهن ان ميسي مش هيجدد عقده، ما عندوش اي نية ان هو يجدد عقده مع باريس سان جيرمان اللي هينتهي في الصيف اللي جاي. فالصحافه كلها حاليا في العالم مقسومه لنصفين، نص بيقول لك ان ميسي مش هيجدد وبيقول ان ميسي ما عندوش اي نيه ان هو يجدد عقده لاسباب، والنص التاني بيقول ان هو لا، ميسي هيجدد عقده كمان لكام سنه كمان، مش لسنه واحده ولا لموسم واحد ولا الموسمين، لكام موسم كمان، وبرضو عندهم الاسباب. نصف الصحفيين ونصف الصحافه اللي بتقول ان ميسي هيجدد عقده مع باريس سان جيرمان بتقول ان ميسي مبسوط في باريس سان جيرمان ومبسوط في فرنسا، وعائلته كمان مرتاحه، واولاده وزوجته نوتيلا مبسوطين، وكلهم مبسوطين وعندهم يعني مبسوطين ومرتاحين في فرنسا بعد ما كان قعدوا فترات كتير في برشلونه هناك. بس حاليا هم لا، مرتاحين وكويسين جدا، والدنيا كويسه معاهم في فرنسا هناك كمدرسه وككل حاجه. لان ميسي اول ما جه باريس كان بيشتكي من حوار ان ابنه اشتكى من المدرسه في فرنسا، وكانت الايام صعبه جدا في اول ايام في فرنسا هناك اول ما راح باريس. بس بعد كده بيقول ان هو الدنيا حاليا اكتر ارتياح واكتر يعني احسن بالنسبه له من الاول بكتير، ومرتاحين حاليا في فرنسا بكتير عن اي دوله تانية في العالم. وتاني سبب من الاسباب ان ميسي ما بعد كاس العالم حاليا بيفكر بقى في بطوله زي دوري الابطال مع باريس، وبيفكر كمان ان هو 35 سنه وعايز يقضي مثلا السنين او المواسم اللي باقيه في حياته في ارتياحيه وفي الليفل العالي زي ما بيتقال. والليفل العالي هيبقى طبعا مع باريس، وكمان هو لسه عايز ياخد بطوله كمان معاهم بتاع دوري الابطال اللي هو ما خدهاش بقاله فتره، والفريق كمان اصلا ما خدهاش في تاريخه كله. والسبب الثالث ان بيتقال كمان وبياكدوا ان التجديد العقد بتاع ميسي مع باريس سان جيرمان لو جدد بعد انتهاء عقده في الصيف اللي جاي، لو جدد مع باريس التجديد بعقد خرافي وغير طبيعي كفلوس او كده او كراتب. وده اللي ميسي برضو عايزه، او ممكن يكون يبقى اخر التجديد ليه او يعتزل فيه. هو غالبا مش هيعتزل في باريس، بس ده اللي ميسي برضو عايزه. على الناحيه الثانيه الصحفيين والصحافه بالذات روميرو اللي بيتقال ان هو لا، ميسي مش هيجدد، وبيراهنوا ان ميسي ما عندوش اي نيه ان هو يجدد عقده مع باريس سان جيرمان. ان هو من الاسباب كمان ان هو مش مرتاح في فرنسا، وان الدنيا مش كويسه معاه في النادي نفسه، مش البلد، لا في النادي نفسه، ان الاعلاميين مضخمين هناك امبابي والاهتمام اكثر من لازم بامبابي. وان هو كمان من الاسباب على عكس بقى السبب الاول اللي هو بعد كاس العالم هو لا، مش مرتاح هناك ومش حاسس نفسه في فرنسا ومش حاسس نفسه في النادي نفسه كباريس يعني، والنادي والاجواء كلها هو مش عاجباه ومش حابب نفسه فيها ومش مرتاح هناك خالص في النادي نفسه. وان ميسي لو مشي مش ده معناه ان هو هيرجع لبرشلونة، وان فكرة برشلونة دي ممكن تكون بعيدة شوية، وبيبقى كله على حسب رغبة اللاعب، مفيش وجهة معينة ممكن يروحها ارجنتين او السعودية زي ما بتقال الهلال او لا، كله بيبقى حسب رغبة اللاعب. لو مشي اصلا وما جددش عقده مع باريس وانتهى العقد او كده وما عندوش النية هو يجدد فعلا، برضو رغبة اللاعب هي اللي هتحسم الامور 100%. وده كله كلام صحفيين، وبالذات روميرو برضو من الصحفيين الموثوقين، وكله كلام صحفيين ومش حاجات مش اكيدة 100%. بس بنسبة كبيرة ميسي فعلا بيقولوا ان هم مش ناوي هو يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، هينتهي في صيف 23 في الصيف ده. بس انتوا قولوا رايكم ايه في الكومنتات، قولوا انتوا فعلا شايفين ميسي خارج باريس سان جيرمان في الايام المقبله، ولا لا ميسي هيفضل لحد الصيف على الاقل، ولا ميسي لا هيمشي، هل هيجدد هل مش هيجدد، ده كله احنا هنشوفه. هل فعلا حوار الهلال وكلام الهلال فعلا اكيد زي ما كنا بنقول ان كلام النصر مع كريستيانو لا مستحيل، وفعلا طلع الكلام اكيد، هل برضو كلام الهلال مع باريس وميسي اكيد 100%؟ برضو هنشوف ده كلام كله، وقولوا له برضو رايكم في الكومنتات. وبس شباب، يكون خلاص الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش لو ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.